يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اختكم ام نورسين ودي قناتي. وحشتوني جدا جدا. لو اول مره تشوفي القناه يا ريت ما تبخليش عليا بلايك وشير وكومنت منك حلو كده يشجعني ويفرحني. بقالي كتير والله مش بنزل لكم فيديوهات، وانا عارفه ان كل مره بطلع اقول نفس الكلام، واني هبتدي ان انا اطلع اعمل فيديوهات بقى وانزل وكده ونتابع مع بعض. بس والله يعني ايه ظروف. النهارده بقى ابتديت كده روتين بسيط كده في اوضه البنات. هن بقى فتحنا البلكونه كده ودخلنا الشمس ودخلنا الهواء. طبعا الجو حر زي ما انتوا عارفين، ويعني الجو صعب بصراحه السنه دي. شلت بقى الملايات. طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده، بنحاول في الصيف ان احنا نغير الملاية مثلا كل يومين، او يعني حسب ايه. انتي ادرى مثلا بالطفل، عندك طفل مثلا بيعرق اكتر من طفل كده يعني. فانت حاولي ان انتي تغيري الملايات على الاقل يعني ايه كل يومين، على اساس برضو ايه الجو حر والاطفال يعني البكتيريا والعرق والحاجات دي كلها، وتغيير برضو للنفسية. غيرت بقى الملايات كده وحطيت الملايات الباربي الحلوة دي. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اعمل السرير التاني. وحشتوني والله بجد جدا جدا جدا، ووحشني ان انا اصور فيديوهات وانزل فيديوهات معاكم. بس والله يعني هي كانت شوية ظروف كده، يعني كان في حاجة كده في دماغي كنت مستنياها وبتمنى ان هي تحصل، بس ما حصلش يعني نصيب. ف يعني ايه، خلاص بقى كنت ابتديت ان انا افقد الامل والحاجات دي. وبعد كده قعدت اقول بقى ايه، ان اكيد ربنا مخبي لي حاجه احسن، او ان ربنا لما بيأخر عني حاجه بيكون ليه حكمه في ان هي تكون حاجه احسن من اللي انا كنت محتاجاها، او يمكن ربنا هيحقق اللي انا كنت عايزاه، بس مش دلوقتي يعني لسه شويه عليه. فخلاص بقى ابتديت كده بقى ايه ان انا فوق لنفسي، وقلت بقى لازم اقوم بقى اشوف معاكم. وانا فعلا بتشجع جدا جدا لما بفتح الكاميرا كده وبعمل فيديوهات معاكم، بتشجع وببقى حابة ان انا اصور معاكم. فهنا المرتبة دي انا ليه قلبتها؟ البنات كارما الصغيرة كانت قاعدة بتتنطط عليها، وحسيتها ان هي ابتدت ان هي هتهبط من حتة معينة، يعني حتة اللي هي في النص بس. فانا بحاول ان انا ايه اخليها على الوش ده شوية وعلى الوش ده شوية، عشان خاطر ما تبقاش هبطانة كده من حتة واحدة. فاهميني؟ بس وغيرت برضو الملاية هنا ودخلتها كده تحت في تحت الخشب بتاع السرير. وبعد كده بقى هبتدي ان انا افرد بقى ايه، احط بقى المخدات كده واحط لهم بقى المخدة التانية. هقول لكم بقى انا اليوم دوت كنت بصور كده وانا مرتاحة ومبسوطة ومفيش اي حاجة، ما كانش في حد معايا. كانوا البنات في عندهم درس قرآن، ونزلوا. كان طبعا جوزي في الشغل، فقلت بقى اقوم اصور فيديو، محدش بقى هيفضل رايح جاي جنبي كده ولا مشغلني فاهمين؟ بس شلت بقى انا عامله في الارض كده، في عندي 3 مساند كانوا عندي من الشقه القديمه. فحطيتهم كده، كنت حطاهم جنب السرير على اساس ان البنات ايه يعني ساعات بيقعدوا عليها وهم بيلعبوا والحاجات دي. شلتهم بقى حطيتهم على السرير كده، وابتديت ان انا اشيل السجاده دي عشان هنفضها من البلكونه. بس برضو قبل ما انفضها سبتها شويه في الشمس. قلت برضو لو في نمل او في اي حاجه، لان احنا عارفين في الصيف بيبقى في ساعات نمل كده وحاجات. يعني ايه بتبقى في نمل بسيط كده وممكن ما تشوفوش. فبرضو انا يعني بصراحه هقول لكم الحقيقه، انا ما شفتش نمل ولا اي حاجه، بس انا برضو ايه يعني بعمل كده استحراس يعني. فاهمين؟ بس وجبت بقى المكنسه كده بتاعتي وابتديت ان انا اكنس الارض. زي ما انتوا شايفين الاوضه متربه خالص بسبب البلكونه. انا بصراحه ما اقدرش اسيب البلكونه مقفوله، عارفين يعني انا ما بقفلش البلكونه دي غير مثلا واحنا هننام خلاص يعني بالليل. انا مشكلتي اني مش بعرف اقعد في البيت او في الشقه مش فاتحه الشباك والبلكونه كده وشايفه النور بتاع ربنا داخل. وبرضو بسيبها على اساس ان هي تبقى مهويه الدنيا وكده لما الشمس تروح. فاهمين؟ بس فكنستها بقى. فزي ما قلت لكم، نسيت انا كنت بقول لكم ايه والله. انا ليه بقول لكم بسيب البلكونه والتراب وكده؟ البلكونه طبعا عشان انا ساكنه في الدور التاني، فقريبه جدا من الشارع يعني. فالشارع بقى طول ما البلكونه مفتوحه والشبابيك مفتوحه كده يبقى على طول عندك الدنيا فيها تراب، وبالذات الادوار اللي هي بتكون تحت، يعني ادوار مش عاليه قوي.
بس فبحب بقى ايه، او بقول مش مهم يعني اسيب الشباك مفتوح والبلكونه مفتوحه كده، وبعد كده يعني ايه انضف وامسح براحتي، بس المهم ان انا يعني اخلي الدنيا كده منوره معايا. حتى لو يعني رحت مشوار الصبح بدري وفي حد نايم مثلا ومش هقدر افتح الشباك، يعني ايه بشنكل البلكونه كده وبسيب بس السلك مقفول، وافتح الستاره عشان بس كده الدنيا تهوى كده وتبقى الدنيا زي الفل. هنا جبت الموب بتاعتي حطيت فيها ميه سخنه، اهم حاجه تحطي فيها ميه سخنه، لان هي الميه السخنه بتلمع السيراميك، وفي نفس الوقت لو في اي بقع مكان عصير مكان اي حاجه الولاد كانوا كبنها وانتي مش شايفاها بتطلع. وحطيت كمان ديتول، في ديتول كده يا بنات انا بجيبه من عند الراجل بتاع الصابون، اسمه ديتول بالليمون. ريحته تحفة، ريحته بتديكي كده انتعاش، وتخليكي حاسة كده ان يعني اكنك يعني عصرة ليمون في الارض. عارفين بقى احساس ريحة الليمون دوت، وفي الصيف وفي الحر وكده بيديكي كده انتعاش حلو. بجيبه كده من عند بتاع الصابون السائل، وبحطه في الموب مع المية، بيخلي الدنيا ريحتها زي الفل، وكمان يعني بيقعد شوية كتير. الريحة بتاعته يعني بتقعد شوية كتير في الأوضة. هنا بقى نزلت المساند وحطيت بقى الترابيزة اللي هي بتاعت البنات البلاستيك دي اللي انا سايباها، عشان خاطر بقى ايه بيقعدوا يلعبوا عليها يرسموا عليها يقعدوا يعملوا حاجات كده، فبسيبها لهم كده وحاطه لهم جنبها ايه الكرسي، على اساس ان هم تبقى الأوضة بتاعتهم نظيفة كده وزي الفل. بصوا هو الروتين بتاع النهارده طويل شويه، يعني هو في جزء تاني، فانا قسمته لكم على فيديوهين يعني عشان خاطر ايه الموضوع ما يبقاش كتير. هنا كان عندي المطبخ، هو ما كانش فيه مواعين كتير بس كان مكركب، يعني في كوبايات مكان الفطار وكوبايات مكان العشاء وفاهمين وكده يعني، ومكان بقى ما البنات قاموا وفطروا وراحوا بقى الدرس بتاعهم وكده. بمناسبة الدرس بتاع القرآن ده، انا ما كنتش اصلا مودياهم درس، بس بصراحة هم ابتدوا ان هم يتخنقوا من قعدة البيت، ان هم بقى واخدين اجازة ومش بينزلوا. وانا بصراحة كل ما يقولوا لي تعالي نخرج افكر ان انا هنزل والبس الطرحة والحر وكده، بصراحة ما بقدرش، فبقول لهم لا انا اقعد في البيت كده جنب المروحة ببقى مبسوطة يعني. بس فقررت بقى ان انا ايه يعني ان انا اوديهم درس قرآن وفي نفس الوقت هم بيستفادوا. وكمان انا حابة ان كارما تحفظ، هي نورسين طبعا حافظة بسبب المدرسة، ان هي حافظة من المدرسة يعني ايات كتير، بس برضو قلت ايه عشان خاطر تشجع اختها كارما الصغيرة، وان كارما كمان تحفظ كده زيها وكده. والحمد لله راحوا بقوا مبسوطين، وبيروحوا يعني ايه الحصص بتاعتهم على طول، وبيجوا الحمد لله مبسوطين وحافظين والحمد لله. بدي لنفسي كده فرصة ان انا ابقى قاعدة لوحدي شوية، وفي نفس الوقت بخليهم هم يطلعوا برا البيت على اساس ان هم بقى ياخدوا درس ويجوا ويبقوا مبسوطين وكده، وفي نفس الوقت الدرس جنبي يعني فمش بيروحوا بعيد عني، فاهمين. بس فهنا بقى لميت كل الحاجات اللي كانت على الرخامه، زي ما بقول لكم هي كلها عباره عن كوبايات وبولات كنت عامله لهم مثلا ايه جيلي، كان في يعني ايه اطباق جيلي كده في التلاجة فاكلوا منها، والاطباق بقى حطوها في الحوض وكده. وكان دي علبة الدقيق اللي انا بحط فيها الدقيق، كانت الدقيق بتاعي يعني خلص، فقررت بقى ان انا اغسلها كمان بالمرة عشان خاطر تبقى زي الفل كده، وانشفها وتبقى الدنيا نضيفة معايا. الحمد لله هو المطبخ زي ما بقول لكم كده مش مكركب قوي، في شويه مواعين بسيطه، وفي نفس الوقت انا كان عندي اكل من قبل منها بيوم، فما كنتش هعمل اكل يعني ما عملتش اكل في اليوم دوت. وكان خلصت بقى المطبخ ودعكت بقى البوتاجاز كده وروقت الدنيا وخليت الدنيا بقى زي الفل. لو لسه مكمله معايا الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك كده وتكتبي لي كومنت حلو كده، تدعي لي دعوه حلوه، ولك بالمثل يا رب اللهم امين. وقولوا لي بقى كده بتشوفوني من منين ومن انهي بلد، انا بفرح جدا جدا لما بشوف كومنتاتكم، وكمان لما بيكون في حد يعني مش من مصر كده بيبعت لي او بيقول لي ان هو مثلا من السعودية او من اي بلد ايا كان، بفرح قوي يعني ان انا بلاقي حد بيتفرج عليا، وان في حد بيكتب لي كومنت وكده. فيعني ايه خليكوا كده جزء من فرحتي، واكتبوا لي كومنت كده واكتبوا لي انتوا بتشوفوني منين.
بس بقى هنا بقى كنت خلصت خلاص، وابتديت بقى ان انا اشطف الكوبايات، وزي ما انتوا شايفين المية ضعيفة شوية عندي، وكمان المية بتبقى ضعيفة اكتر في الحر، يعني بسبب بقى ان المواتير بتبقى سخنة من الحر والحاجات اللي احنا عارفينها وفاهمينها في البيوت دي. بس صراحة يعني عاندت مع نفسي ان انا لازم اخلص بقى النهاردة. انا في اليوم دوت عملت الشقة كلها، بس يعني ايه هقسم لكم الفيديو على اتنين عشان خاطر التفاصيل، وعشان خاطر في نفس الوقت الفيديو ما يبقاش طويل جدا عليكم. والله يا بنات كنت متضايقه جدا اني ما كنتش بصور، حتى جوزي يعني كان ملاحظ اني متضايقه، وحتى هو فكر قال لي يعني انتي طالما متضايقه وقاعده محبطه كده ومتضايقه، فكري ان انتي تقومي تصوري تاني. انتي لما بتصوري فيديوهات وكده بتشغلي نفسك وبتبقي كويسه ومبسوطه وكده. بس مش عارفة والله كان ايه اللي مخليني مش بنزل فيديوهات، يعني كان عندي كده زي طاقة سلبية مخلياني مش يعني ايه، يا دوبك اللي هو بقوم بعمل الامور اللي عليا في البيت واودي البنات الدرس، يقعدوا يلعبوا كده، يعني فاهمين الروتين من حياتي اليومي كده. حتى النزول والخروج ما بقتش دلوقتي ان انا احب ان انا انزل واخرج كتير. بس انا يعني انا دلوقتي حاسه ان انا مش حابه ان انا اخرج عشان خاطر الحر وعشان خاطر الجو والحاجات دي، لكن مش بسبب يعني ان انا متضايقه من حاجه وكده. بس خلصت بقى المواعين كلها. وصح يا بنات، بالمناسبة عايزاكم كده تفكروا معايا في فكرة، اني يعني قولولي كده في الكومنتات اعمل ايه على اساس ان انا اغطي الجزء بتاع الرخامة دوت، عشان خاطر المية اللي بتنزل على الألمونيا اللي هي تحت. انا حطاها كده على رخامة فوق، يعني حطاها على رخامة على اساس ان المطبخ من فوق مش مكفي الألمونيا بتاعتي كلها. فانا فكرت ان انا احط ستاره، وفي نفس الوقت مش هينفع احط ستاره تبقى لازقه في البوتاجاز على طول عشان النار والسخونيه واللي انتوا عارفينه ده. فاقترحوا عليا حاجه كده اقدر اعملها، اني اخلي يعني ايه احط ستاره، ولا يعني اعمل ايه على اساس ان انا اداري المنظر ده، وفي نفس الوقت الميه ما تبقاش بتنزل على الالمونيا كده من تحت. هنا بقى الرخامة التانية شلت بقى الكاتل، وشلت بقى كل حاجة، ودعكت كده ايه الرخامة. اهم حاجة ان انتي يعني تخلي بالك من موضوع نظافة الرخامة والحاجات دي، لان دي اكتر حاجة بتخلي في نمل. يعني انا في يوم بس ممكن نورسين تدخل تعمل حاجة لنفسها بلاقي الرخامة بقت كلها نمل. فحاولي ان انت بقى ايه تخلي بالك من موضوع نظافة النمل، لان لو حاجة صغيرة خالص، بواقي اكل صغيرة خالص انت مش شايفاها، هتملالك الدنيا نمل فعلا، هتبقي مش عارفة تعملي ايه. هنا بقى خلاص بعد ما دعكتها وشطفتها كده بالمية الرخامة، ابتديت ان انا انشفها كمان بالفوطة. وبفكر كمان اني اغير اللون كده بقى الرخامة السودا دي اغيرها كده. فلو معايا انتوا في القرار ده يا ريت تكتبوا لي كده وتقولوا لي ايه اغيرها، اخليها لونها ايه. يعني هجيب لها ستيكر لازقه احطه عليها وكده على اساس ان هي تغير من الشكل ومن النفسيه شويه. هنا بقى مسحت البرطمانات، برطمان السكر وبتاع الشاي والكاتل كمان، وحطيتهم كده زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى كان اخر حاجة فاضلة معايا وهو البوتاجاز. هو البوتاجاز انا كنت غاسلة العيون بتاعته قريب، بس كان متوسخ يعني ايه حاجات بسيطة كده. فقلت بقى انضفه معاكم كده واخليه زي الفل كده ان شاء الله. بصوا برضو بالنسبة لتنظيف العيون انا بجيب مذيب دهون كده، بيبقى بجيبه سايب كده من عند برضو بتاع منظفات. انا في حد عندي هنا جنبي، يعني جنب البيت بتاع منظفات، صراحة بجيب من عنده الديتول ده اللي بقولكوا عليه، وبجيب منه معطر، وبجيب منه المذيب الدهون. بصراحة الحاجات حلوة جدا جدا، وصراحة يعني نتيجتها حلوة كمان. بس يعني ايه مش بيخليني اروح بقى اشتري منتجات غالية والحاجات دي، لان هو بيعمل نفس الغرض اللي انا بشتري بسببه المنتجات الغالية يعني انا جبت منتج اللي هو السيترس ده، صراحة بوظ لي بوظ عند ماما العيون خالص. كنت جايباه عند ماما وبعمل لها بيه، بوظ العيون عندها خالص. فصراحة ما عجبنيش، معرفش بقى هل النوع اللي انا كانت ماما جايباه هو النوع ده ما كانش حلو،
ولا هما كلهم كده. بس انا بصراحة مش بجيبه في البيت الا يعني لما بيكون قليل قوي، او ممكن تكون مثلا ماما جايبالي واحدة معاها او كده. لكن انا بحب اجيب اللي هو السايب دوت، بحس النتيجة بتاعته حلوة، وفي نفس الوقت بالنسبة للظروف الحياتية دلوقتي على قد الايد وعلى قد المصاريف وكده. بعد بقى ما خلصت البوتاجاز وخلصت كل حاجة، قررت بقى اغسل الحوض. قلت بقى ايه، خلاص انا خلصت بقى البوتاجاز، عشان خاطر بحب اغسل الحوض ده كده يبقى في اخر حاجة، عشان يفضل بيلمع كده ويبقى زي الفل. زي ما انتوا ايه شايفين كده. بديله بقى دعكة كده محترمة، وكده ببقى خلصت خلاص المطبخ، وبقى المطبخ زي الفل. كده فيديو النهاردة خلص، استنوني بقى في فيديو جديد، مع الف سلامة.